السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة كده إن شاء الله هنبدأ مع بعضنا هنحل محافظة المنوفية، ونشوف كده الأسئلة ونشوف الدنيا هتبقى ماشية معانا إزاي. أول سؤال عندنا بيقول لي إذا كان 5 أس س بتساوي 2 فإن 25 أس س. طبعا إحنا هنلاحظ إن هي كانت هنا 5، تمام، بقت 25، يعني عملها أس كام؟ يعني حط هنا كأنه عمل أس كام؟ أس 2، تمام. يبقى هنا كمان في الناحية التانية هنعمل زيه، يبقى هنعمل أس 2، يبقى 2 أس 2 تطلع بكام؟ ب4. يبقى الإجابة هنا تطلع كام؟ 4، تمام. طيب السؤال التاني بيقول لي إذا كان منحنى الدالة صاد، تمام، بتساوي لوغاريتم 1 - أ س الأساس 4. بيقول لي بيمر بالنقطة ربع وسالب نص، تمام. طيب احنا عارفين طبعا ان اي منحنى بيمر بالنقطة، تمام، اي نقطة تبقى موجودة على المنحنى. الرقم الاولاني ده بالنسبة لنا هو رقم السين اللي احنا بنعوض بيه، والرقم التاني ده اللي هو رقم الصاد اللي هو الناتج. يعني معنى كده ان انا هنفذ الكلام اللي هو بيقول لي عليه، ان انا هاجي اعوض مكان السين بتاعتي بالايه؟ الرقم الربع، وهعوض مكان الصاد بتاعتي بالرقم اللي هو مين؟ السالب نص. يعني معنى كده ان السؤال بتاعي هيبقى لوغاريتم 1 - أ س ربع، يعني اللي هو ربع أ، تمام، للأساس 4. المفروض الكلام ده يطلع معايا بسالب إيه؟ بسالب نص، تمام. طيب وهتبدأ حضرتك تعمل إيه؟ هتبدأ حضرتك بدل ما تحلها معادلة، مفيش مشكلة، يعني ممكن حضرتك تحلها معادلة عادي، وممكن تبدأ تعوض بالاختيارات مكان الألف. وبيقول لك عايز الألف بكام؟ فهتمسك أول اختيار عندنا اللي هو الاتنين، هتعوض بيه مكان الألف، يعني هتشيل الألف دهيت وتعمل مطرحها قوس وتحط بدلها الرقم كام؟ 2، تمام. قال لي طب وهتعمل الكلام ده في الآلة هيطلع معاك بسالب نص، دي الإجابة اللي هي المظبوطة. طب لو أنا هحلها بإيدي، قال لي طيب خلاص إحنا عارفين طبعا دي معادلة عايزين نحلها، يعني عايزين نخلي الألف واقفة لوحدها. فهتقول لي هنخلص من اللوغاريتم، واحنا عارفين ان لما بنيجي نخلص من اللوغاريتم بناخد الاساس ده بنوديه الناحية التانية ونرفع اللي في الناحية التانية أس. يعني معنى كده إن مسألتي هتبقى 1 - ربع أ بتساوي 4 أس إيه؟ نص. يبقى احنا شلنا الأساس وديناه الناحية التانية ورفعنا اللي في الناحية التانية أس، تمام. طيب يبقى احنا كده اهوت هنيجي بقى نحل المعادلة. طبعا 4 أس - نص دي هتعملها في الآلة هتطلع معاك بنص، تمام. يبقى 1 - ربع أ هتطلع معاك بنص، هتودي الواحد هناك بعكس الايه؟ الإشارة. هيطلع هنا اهوت يبقى سالب ربع أ بتساوي سالب ايه؟ آه سالب نص، نص ناقص واحد هيطلع بسالب نص. هتخلص من السالب ربع ده هيروح بالقسمة، فهيطلع معاك الألف بكام؟ بالاتنين، تمام. كده سواء حضرتك حلتها بإيدك، تمام، أو طبعا حلتها بالآلة هيكون أسهل، تمام. طيب نشوف السؤال اللي وراه. بيقول لي هنا إنها لما السين تقول لما لا نهاية، تمام. طبعا إحنا عارفين ممكن برضه نحلها بالآلة أو ممكن نحلها بإيدينا. طبعا هنحلها بإيدينا وبرضه حضرتك هتحلها بالآلة اختصارا للوقت. طب هنا طبعا بيقول لي إنها لما السين تقول لما لا نهاية، إحنا عارفين طبعا بيقول لي إنها لما السين تقول لما لا نهاية إن إحنا بنقسم على أصغر أس على أكبر أس فين؟ في المقام. طب دي س فوق أس 2 زائد كام؟ زائد 5. وفي عندنا هنا س بره، تمام، وس أس 2 جوه. قدامك حاجة من الاتنين، يا تدخل السين دي تضربها جوه أو تسيبها زي ما هي، تمام. دي س فوق س أس 3، ماشي. طيب قدامك حاجة من الاتنين، يا تدخل السين دي جوه، تمام، ماشي كده، تضربها فتبقى 2 س أس 3 زائد 3 إيه؟ س. يا إما ممكن تسيبها بره زي ما هي، مفيش أي مشكلة. يعني لو إحنا سيبناها زي ما هي بره، تمام، برضه معندناش أي مشكلة، يعني سيان الاتنين مفيش أي مشاكل.
يعني ممكن حضرتك تسيبها زي ما هي س وجوه 2 س أس 2 زائد 3. تمام. طب أكبر أس في المقام عندنا الس دي لما هتتضرب في س أس 2 تبقى س أس 3، يبقى أكبر أس عندنا في المقام س أس 3. فهتقول لي هنقسم البسط والمقام على س أس كام؟ أس 3. فهتقول لي طب يبقى س أس 3 هنقسمها على س أس 3، والخمسة هنقسمها على س أس 3. وهنا لما هتيجي تقسم تحت على س أس 3 معاه هنقسمها ازاي؟ زي ما هي متقسمة كده احنا هنقسمها، يعني هنقسم اللي بره على س. تمام. يبقى احنا كده خدنا من س أس 3 واحد، وجوه القوس هنخش نقسم على س أس 2. تمام. يبقى احنا كده اهو قسمنا على س أس كام؟ أس 3. بس زي ما هو كان مقسم الس أس 3 احنا برضه هنقسمها، يعني زي ما هو كان عامل س بره وس أس 2 جوه، فاحنا لما هنيجي نقسم هنقسم اللي بره على س واللي جوه على س أس كام؟ أس 2. تمام. طب يلا هتيجي تقول لي ده كده راح مع ده يبقى مفيش حاجة، يبقى واحد زائد ودي 5 على س أس 3 زي ما هي، ودي طبعا السين راحت مع السين يبقى مفيش حاجة، يبقى واحد وفتح قوس. ده كده هيروح مع ده يتفضل الاتنين زائد 3 على س أس 2. أما هتيجي تعوض بقى لما السين تقول لإيه؟ للما لا نهاية، هتيجي تعوض بالما لا نهاية، يبقى ده هيطلع بصفر وده هيطلع بإيه؟ بصفر. يبقى أصبحت الإجابة بتاعتي واحد زائد صفر على 2 زائد صفر اللي هو باتنين مضروبة في واحد بره. تمام. يبقى فوق واحد على الاتنين، يبقى الإجابة بتاعتي هتطلع معايا نص. تمام. طيب لو احنا بقى عايزين نعرفه ازاي نعملوها بالآلة. تمام. تعالى كده نشوفه ازاي نعملوها بالآلة. هنكتب المسألة بتاعتنا زي ما هي، ماشي كده، وهنعملها في الآلة. ادي الآلة مثلا بتاعتنا اهيت. تمام. هنيجي حضرتك هتكتب المسألة اللي هي كانت موجودة عندك زي ما هي مكتوبة. بنعمل شرطة الكسر. تمام. بنعمل س أس 3 ادي اكس. تمام. أس 3. تمام. أس 3. ماشي. زائد 5 على تحت كان في س. تمام. انتوا مش شايفين المسألة. تمام كده. في س. ماشي. وافتح قوس، وعندي هنا اهوت 2 س أس 2 2. ماشي. س اللي هي اكس أس 2. تمام. تمام زائد 3. زائد 3. تمام. كده احنا كتبنا المسألة اهي زي ما هي مكتوبة، ما عندناش أي مشكلة، زي ما هي المسألة هي مكتوبة اهي بالظبط احنا كتبناها. تمام. طيب. آه تمام. هنا. تمام. ادي كده احنا كتبنا المسألة زي ما هي مكتوبة كده عندنا، مفيش أي مشكلة، كده احنا كتبنا المسألة اهي زيها بالظبط. تمام. هنيجي ندوس في الآلة كالكوليت. تمام. هندوس على الزرار بتاع كالكوليت ده، وهنكتب للآلة أي رقم. طبعا هنا السين بتقول لي إيه؟ لما لا نهاية. هتكتب لها أي رقم كبير مثلا، أي رقم كبير مثلا ما لا نهاية، يعني رقم كبير جدا. فهتكتب مثلا 9 مثلا، 9 في 10 مثلا أس 9. تمام. يعني هتكتب رقم إيه؟ كبير مثلا. تمام. أي رقم كبير مش هتفرق معانا. خلاص. ادي كتبنا الرقم ده اهو، وهندوس ايه؟ وهندوس يساوي. هتلاقي الآلة قامت جاية مطلعة لك الإجابة على طول. يبقى لما يكون الرقم بيقول ما لا ايه نهاية، بتكتب المسألة بتاعتك وتحط أي رقم ايه كبير، فطلعت الإجابة ايه، ما عندناش فيها أي ايه، أي مشكلة. تمام. طيب ده لو احنا حبينا طبعا نعملها بالآلة.
وطبعا الآلة بتبقى عندنا أسرع، يعني أنت بدل ما تحلها بإيدك ممكن تعملها بالإيه؟ بالآلة، مفيش أي مشكلة. تمام. يلا نشوف كمان السؤال اللي وراه. بيقول لي في المثلث أ ب ج إذا كان 4 ج أ بتساوي 3 ج ب بتساوي 6 ج ج. طيب بيقول لي عايز قياس زاوية ج. طبعا احنا من الكلام ده اهوت 4 ج أ بتساوي 3 ج ب بتساوي 6 ج ج. طب احنا عشان نجيب النسب طبعا المفروض ان الأربعة والتلاتة والستة ديت تكون موجودة في صورة نسب، يعني احنا عارفين ان القانون بتاعنا أ شرطة على ج أ بيساوي ب شرطة على ج ب بيساوي ج شرطة على ج ج. تمام. قال لي طب احنا المفروض ما يكونش فيه جنب الج أ والج ب والج ج أي رقم، فاحنا عايزين نلغي الأرقام ديت، عايزين نلغي الأربعة والتلاتة والإيه والستة، زي ما احنا متفقين إن احنا بنشوف رقم يقبل الاسم عليهم كلهم. تمام. طب بشوف رقم يقبل الاسم عليهم كلهم إزاي؟ طبعا بنمسك أكبر رقم عندنا، أكبر رقم عندنا اللي هو مين؟ الستة. بشوف الستة بتقبل اسم على الأربعة؟ لأ. تمام. طب أقوم جاي عامل إيه؟ أقوم جاي مضاعفها، يعني أكبر رقم عندك تشوفه بيقبل اسم على الباقيين ولا لأ، لو ما قبلش تقوم جاي مضاعفه. تمام. فالستة لما تيجي تضاعفها تبقى 12. ال 12 بتقبل الاسم على الأربعة؟ تقبل الاسم على التلاتة؟ تمام. يبقى هنقسم كل المسألة بتاعتنا على ال 12. تمام. يبقى بناخد أكبر رقم ونشوفه يقبل الاسم على الباقيين ولا لأ، لو ما قبلش بضاعف. طيب أصبح كده نقدر نختصر على الأربعة فعل واحد على الأربعة فعل تلاتة، وهنا على التلاتة فعل واحد على التلاتة فعل أربعة، وهنا على الستة فعل واحد على الستة فعل الاتنين. يبقى أصبحت هنا النسبة 3 إلى 4 إلى 2. طبعا هنلاحظ إن إحنا كده عملنا قانون بالمنظر ده، يبقى ج أ على 3 بتساوي ج ب على 4 بتساوي ج ج على كام؟ على 2. طبعا هنلاحظ إن زي القانون ده كده بالظبط، تمام، بس هو بالمتشقلب، يعني معنى كده إن ده حل محل الألف شرط، وده حل محل الب شرط، وده حل محل الإيه؟ الجيم إيه شرط. تمام. هو هنا طالب مني قياس زاوية إيه؟ ج. طبعا عشان أجيب قياس زاوية ج يبقى هشتغل بقاعدة ج بالتمام. هقول له جتا ج تساوي، تمام، يبقى جتا ج بتساوي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 ب شرطة ج شرطة. تقول لي طب ما أنا ما عنديش أ شرطة ولا ب شرطة، أنا عندي النسب بتاعتهم عادي، فقدامك حل من الاتنين، تيجي تقول لي يبقى أ شرطة بتساوي 3 م مثلا، وب شرطة 4 م، وج شرطة بتساوي 2 م، وتبدأ تعوض هنا في الأرقام. تمام. تعوض مكانهم بالإيه؟ بالنسب بتاعتهم. يا إما حضرتك ما تشغلش بالك بالكلام ده وعوض بالأرقام بتاعت النسب، لأن دي أصلا نسبة إيه؟ دي نسبة مثلثية ودي نسب، فمش هتفرق معاك. حضرتك هتعوض مكان الألف شرطة بالتلاتة، ومكان الب شرطة بالأربعة، ومكان الجيم شرطة بالكام؟ بالاتنين. تمام. وهتطلع الناتج وتعمل شيفت كوزاين لمين؟ للرقم بقى، ده كده هتجيب الجتا ج، هتعمل الكلام ده وتعوض بيه وتخلص من الجتا، تعمل شيفت كوزاين للرقم، هتطلع معاك الزاوية بكام؟ ب29. تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي أبسط صورة للمقدار. تمام. بيقول لي أبسط صورة للمقدار اللي هو لوغاريتم أ الأساس ب لكل أس 2 في لوغاريتم ب الأساس ج لكل أس 3 في لوغاريتم ج للأساس أ. قال لي طب ده طبعا احنا الأساسات هنا اهوت ما هياش متشابهة، وطبعا هنا عندنا عملية ضرب، احنا عارفين في الجمع، تمام، بنضرب اللوغاريتم، اللوغاريتم زائد اللوغاريتم بيساوي لوغاريتم حاصل الضرب، لكن أنا ما عنديش قوانين في الضرب. قال لي طب يبقى معنى كده إن أنا هحاول إن أنا أفك اللوغاريتمات دي. أول حاجة الأسس دي، تمام، زي ما إحنا متفقين بتنزل تقعد بره، يعني أنا الأس ده كده هينزل يقعد لي هنا بره، يعني تبقى المسألة بتاعتي 2 لوغاريتم أ للأساس ب في 3 لوغاريتم ب للأساس ج في لوغاريتم ج للأساس أ. تمام.
طيب بعد كده هنفصل اللوغاريتم دوت من القانون بتاعي. لوغاريتم أ للأساس ب هو عبارة عن لوغاريتم أ على لوغاريتم ب، وادي الاتنين اهيت بره، وادي التلاتة اهيت ملناش دعوة بيها، ولوغاريتم ب للأساس ج هنخليها لوغاريتم ب على لوغاريتم ج. في لوغاريتم ج للأساس أ هخليها لوغاريتم ج على لوغاريتم م أ. تمام؟ هنلاحظ إن ده زي ده هيطير معاك، وهنلاحظ إن لوغاريتم أ زي لوغاريتم أ اللي تحت هيطير معاه، ولوغاريتم ج زي لوغاريتم ج هيطير معاه. أصبح كده اللي فاضل عندنا 2 في إيه؟ في 3، و2 في 3 عندنا ب6، يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ 6. تمام؟ يلا نشوف السؤال اللي وراه. بيقول لي هنا، ده طبعا السؤال ده يخص العلمي، بيقول لي ص بتساوي الجذر التكعيبي، تمام؟ ص بتساوي الجذر التكعيبي للس. بيقول لي عايز الدالة العكسية. طب احنا متفقين ان الدالة العكسية بنجيبها ازاي؟ بنعمل ايه؟ بنعمل عكس، يعني بنشيل الصاد ونحط مطرحها س، ونشيل السين ونحط مطرحها ص. يعني بدل الصاد دي هنخليها س، وبدل السين هنخليها ايه؟ صاد. تمام؟ قال لي وبعد ما عملنا كده بنبدأ نخلي الصاد واقفة ايه؟ لوحدها. طب عايزين نوقف الصاد لوحدها، هتقول لي طب عشان نوقف الصاد لوحدها يبقى لازم نخلص من الجذر، والجذر بنوديه الناحية التانية بالأس، يعني هتبقى الصاد بتساوي س أس تانية. تمام؟ قال لي طب يبقى احنا كده خلينا الصاد واقفة ايه؟ لوحدها، يبقى الصاد بتساوي س أس تلاتة. مين صاد دي بقى؟ دي اللي هي الدالة العكسية اللي احنا بنرمز لها بدال أس سالب واحد س. تبقى الدالة العكسية بتاعتي بتساوي س أس كام؟ أس تلاتة. وادي الإجابة بتاعتي وما عنديش فيها أي مشكلة. يلا نشوف السؤال اللي وراه. بيقول لي هنا إذا كانت د س بتساوي، بيقول لي متصلة. تمام؟ طيب السؤال ده برضه تبع الإيه؟ تبع العلمي، بس طبعا بيجي لنا شبهه في الأدب اللي هو النهاية اليمنى والنهاية اليسرى. تمام؟ قال لي طب هنا بيقول لي متصلة. طب معنى إن هي متصلة يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن ده الواحد من اليمين، الرقم اللي بيقول عليه، يكون بيساوي ده الواحد من اليسار. يعني إيه؟ يعني الدالة يكون ليها نهاية عند السين تقول للكام؟ للواحد. تمام؟ ويكون النهاية دي بتساوي د الرقم ذات نفسه، يعني ينفع تعوض بالرقم ذات نفسه. عشان تكون الدالة متصلة ينفع تعوض بالرقم ذات نفسه ويطلع هو زي النهاية. تمام؟ وطبعا النهاية حاجة من الاتنين، يا بنجيب النهاية على طول يا إما بنجيب نهاية يمنى ونهاية يسرى لو كانت الدالة مفصولة عند الرقم ده. يعني لو كان عند السين دهيت اللي هي بواحد، كان هنا كان عامل لي هنا مثلا س أكبر من الواحد وهنا س أصغر من الإيه؟ من الواحد. في الحالة دي إحنا بنجيب نهاية يمنى ونهاية إيه؟ ونهاية يسرى لما يكون في عندي الدالة إيه؟ مفصولة. لكن طبعا هنا الدالة ما هياش إيه؟ ما هياش مفصولة. الدالة في عندي تعريف لما السين بتساوي الواحد، يعني لما اجي اعوض بالواحد اعوض هنا. تمام؟ وهنا في اي حاجه يعني هجيب النهايه. قال لي طب يبقى احنا هنيجي نجيب النهايه لما السين تقول للكام؟ للواحد، للداله اللي هو مديها لي. طبعا لما هنيجي نعوض بالواحد هنا هيطلع صفر على صفر، فطبعا هنبدا نشتغل بالتحليل. هتقول لي يبقى هنا هنفتح قوسين وهنقول له س وس، ده فرق بين مربعين، واحد وواحد، مرة موجب ومرة سالب، واللي تحت س ناقص واحد. أو طبعا أنت ممكن تعملها برضه في الآلة مفيش أي مشكلة. تمام؟ طبعا ده هيطير مع مين؟ مع ده، وهنعوض مكان السين بواحد، فالنهاية هتطلع عندي بكام؟ باتنين. تمام؟ قال لي طب وهنا هنجيب د بقى واحد، يعني هنعوض مكان السين بإيه؟ بواحد. طبعا لما أعوض مكان السين بواحد يبقى هعوض بيها هنا عشان هنا اللي فيها السين بواحد، يبقى اتنين ألف. طب هنشيل السين ما عندنا السين هيطلع اتنين ألف. قال لي طب المفروض طبعا زي ما اتفقنا إن النهاية تطلع ناتج التعويض بالدالة، فهتقول لي يعني الاتنين ألف دي لازم تطلع معايا بكام؟ باتنين. لازم الإجابة دي تطلع إيه؟ بتساوي. بقول له 2 ألف بتساوي 2، بقت معادلة عايز أجيب الألف يبقى هخلص من الاتنين، يبقى الألف بتساوي واحد. تمام؟ يبقى الإجابة بتاعتي بإيه؟ بواحد. طيب نشوف السؤال اللي وراه. هنا بيقول لي جتا ألف زائد ب. تمام؟ طيب هو طبعا هنا بيقول لي جتا ألف زائد ب، وإحنا عارفين إن أول ما يجيب لي مجموع زاويتين يبقى
الكلام ده بيساوي التالتة بتاعتهم، لأن إحنا عارفين إن في المثلث مجموع التلات زوايا بيساوي 180 درجة. فألف زائد ب دهوت هو عبارة عن إن إحنا بقية ال180 من الزاوية التالتة. يعني لما نجمع ألف زائد ب، إحنا عندنا طبعا مجموع زوايا المثلث إيه؟ بتساوي 180. فألف زائد ب زائد ج بتساوي 100 وكام؟ 180. فلما نودي الجيم هناك بعكس الإيه؟ الإشارة، يبقى ألف زائد ب بتساوي 180 ناقص ج. فيبقى جاتا ألف زائد ب يبقى 180 ناقص إيه؟ ناقص ج. تمام؟ طيب، يعني كأنه بيقول لي جاتا 180 ناقص ج. طبعا احنا عارفين ان احنا ما بنحبش نخلي فيه ارقام، ولا 180 ولا 360 ولا 90 ولا 270. قال لي طب عايزين نشيل ال 180 دي، هتقول لي هنبحث الاشاره. 180 ناقص ج، 180 ناقص يبقى انا في الربع التاني، والجاتا في الربع التاني بتكون سالبه. تمام، يبقى ده هيطلع سالب، ونمشي ال 180 فتمشي ال 180 تبقى سالب جاتا ج. يبقى معنى كده إن جتا ألف زائد ب هو عبارة عن سالب جتا ج. ونخلي بالنا دلوقتي يعني المعلومتين دول تبقى أنت عارفهم، إن جتا مجموع زاويتين، ها، جتا مجموع زاويتين بيساوي سالب جتا التالتة بتاعتهم. تمام؟ يبقى جتا مجموع زاويتين بيساوي سالب جتا التالتة بتاعتهم، لكن جا مجموع زاويتين بيساوي جا التالتة بتاعتهم. ماشي؟ يبقى خلي بالنا بس في الحتة دي. يبقى جاتا مجموع زاويتين بيساوي سالب جاتا التالتة، جا مجموع زاويتين بيساوي جاتا. طيب، فهنا بالنسبة لنا بقى أصبح كده السؤال بتاعي بدل ما كأنه بيقول لي عايز جاتا ألف زائد ب، كأنه بيقول لي سالب جاتا إيه؟ ج. طب إحنا عارفين إن جاتا ج ده الجاتا ج. تمام؟ ده الجاتا إيه؟ ده الجاتا ج. طب بس إحنا بقى ده القانون بتاع الجاتا ج، اللي هو ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 ألف شرطة ب شرطة. انت بقى عايز تحط له قبل منه ايه؟ عايز تحط قبل منه سالب. تمام؟ فعشان تحط قبل منه سالب يعني هتيجي تحط لي هنا سالب. فلما تيجي تحط السالب، السالب هتعمل ايه؟ السالب لما تخش على الكسر بتعمل حاجه من الاثنين، يا بتغير اشاره البسط يا بتغير اشاره المقام. ما ينفعش تغير الاشارتين، لان انت لو غيرت الاشارتين كده غيرت اشاره البسط وغيرت اشاره المقام، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. يبقى انت دخلت سالبين وسالب على سالب بالمقام. فانت هتدخل السالب دي على يا اما البسط يا اما المقام. فلو دخلناه على البسط يبقى هغير اشاره البسط، لو دخلناه على المقام يبقى هغير اشاره المقام، فيبقى سالب 2 الف شرطه ب شرطه، ودي مش موجوده في الاختيارات. لكن لو غيرت اشاره البسط هيطلع الالف شرطه تربيع هيبقى بالسالب، والب شرطه تربيع هيبقى بالسالب، والجيم شرطه تربيع هيبقى بالموجب. يعني الاجابه هتبقى هي الاجابه دي. تمام؟ يبقى دي بالنسبة لنا هي الإجابة النهائية بتاعتنا. لما دخلنا السالب فبقت أهي الألف شرطة بقت بالسالب، الألف شرطة تربيع بقت بالسالب، والب شرطة تربيع بقت بالسالب، والجيم شرطة تربيع بقت بالإيه؟ بالموجب. يبقى الإجابة بتاعتي تمام اللي هي اللي موجودة عندي اللي هي الإجابة التانية. تمام؟ طيب دي الإجابة النهائية. تمام. يعني نشوف كده مع بعضنا كمان سؤال. هنا طبعا بيقول لي لوغاريتم س للأساس 4 بيساوي 1 ناقص لوغاريتم س ناقص 3 للأساس 4. بيقول لي عايز مجموعة حل المعادلة دهيت. طبعا احنا عارفين طبعا اننا عشان نحل المعادلة ديت ممكن طبعا هنحلها بإيدينا أو نحلها بالآلة، أو طبعا بالفهلوة. بالنسبة لنا السالب واحد ده ما ينفعش. ليه؟ عشان ما احنا طبعا لو حطينا مكان السين سالب واحد ما ينفعش نجيب لوغاريتم العدد بالايه؟ بالسالب. فبالتالي الإجابة دي أكيد فاشلة، والإجابة دي كمان فاشلة عشان فيها كمان السالب واحد، لأن احنا يا إخوانا ما ينفعش نجيب لوغاريتم العدد سالب. فلو حطينا مكان السين هنا سالب واحد الكلام ده ما ينفعش، بقى لوغاريتم سالب واحد لأساس 4 وده ما ينفعش. تمام؟ قال لي طب يبقى الاختيارين بتوعي يا ده يا ده. تمام؟ فحضرتك عوض بلوغاريتم 4، عوض مكان السين بالأربعة. فلما تيجي تعوض مكان السين بالأربعة هيطلع الطرف ده بواحد وهيطلع الطرف ده بواحد، يبقى الكلام ده هو اللي هيطلع مظبوط من غير ما تقعد تحل وتتعب نفسك. مش محتاجة إن أنت ممكن تعوض بالاختيارات عشان بس تبقى أسرع في الامتحان. نشوف كمان سؤال. بيقول لي مدى الدالة دهيت
مقياس س ناقص 2، عايز المدى بتاعها. طب احنا عارفين عشان المدى، عشان نجيب المدى لازم نرسم عشان نبقى عارفين نجيب المدى ازاي. قال لي طب دي دالة مقياس، واحنا متفقين ان دالة المقياس تمام عايزين نرسمها، فاحنا بناخد اللي جوه المقياس نساويه بالصفر. تمام، يبقى هنودي الاتنين هناك بعكس الإشارة، يبقى السين بتساوي 2. تمام. قال لي طيب واللي بره مفيش هنا رقم بره، يعني معنى كده إن الصاد بكام؟ بصفر. يبقى معنى كده إن رأس المنحنى بتاعتي هي عبارة عن النقطة 2 وإيه؟ وصفر. تمام، يبقى رأس المنحنى بتاعي هو عبارة عن النقطة 2 وإيه؟ وصفر. تمام. قال لي طيب هنيجي نهوت نرسم المحورين بتوعنا، وهنيجي عند 2 وصفر ونبدأ نرسم دالة المقياس. احنا عارفين طبعا دالة المقياس بتترسم على شكل 7، بتترسم على شكل ايه؟ 8. بتترسم على شكل 7 لو قبل المقياس موجب، بتترسم على شكل 8 لو قبل المقياس ايه؟ سالب. فعند النقطة 2 وصفر، ادي مثلا النقطة 2 وايه؟ وصفر. تمام. قال لي هنيجي نرسم كده، ادي الدالة بتاعتي بتاعت المقياس. ماشي كده؟ طيب رسمنا الدالة بتاعتنا. تمام. تعالى بقى، عايز بقى أي حاجة مش هتفرق معاك طبعا. أنت بقى عايز إيه هنا؟ هو عايز المدى، المدى اللي هو قدام محور مين؟ الصاد. فإحنا عندنا هنا إحنا قدام محور الصادات من أول الرقم كام؟ من أول الرقم صفر، وإحنا قدام محور الصادات وماشيين إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى المدى بتاعي من صفر لما لا نهاية. تمام. وطبعا لو سألني عن أي حاجة تانية زوجية ولا فردية أو الكلام ده كله، طبعا دي ليست زوجية وليست فردية عشان المحور الصوت مش هتاعها نصين. لو سألني عن المجال بتاعها، لو سألني عن فترات تزايد التناقص، فطبعا باين إن هنا تناقص. تمام، من سالب ما لا نهاية لحد الاتنين تناقص، والتزايد من إيه؟ من أول الاتنين لحد الإيه؟ لحد ما لا نهاية. تمام، يبقى كده كده بالنسبة لنا التناقص، وكده بالنسبة لنا الإيه؟ التزايد. تمام. أي حاجة إحنا ما عندناش أي مشكلة. تمام. طيب نشوف كمان سؤال، بس طبعا نيجي على السؤال رقم 11. بيقول لي لها طبعا لما السين تقول الكام للاتنين. تمام. طبعا ده هنستخدمها بالايه؟ بالقانون. او طبعا ان احنا عشان بالنسبه لوقتنا برضو في الامتحان، يبقى احنا برضو هنعملها فين؟ في الآلة. برضو هنشوف اهو ازاي بتتعمل في الآلة. تمام، هنكتبها زي ما هي مكتوبة في الآلة اهي س. تمام، ادي س أس 5. ماشي، وناقص 32. ماشي، وتحت هنقول له س أس 2، يبقى دي س أس 2 زائد 3 س. ماشي، ناقص 10. تمام، ادينا كتبنا المسألة بتاعتنا زي ما هي مكتوبة اهي بالظبط. ماشي كده. بيقول لي هنا السين بتقول للكام؟ للاتنين. طبعا احنا هنقول له كالكوليت. تمام، وهديله رقم قريب من الاتنين. رقم قريب من الاتنين يعني 2 علامة مثلا 0.0000000 مثلا 1. تمام، رقم قريب جدا من الكام؟ من الاتنين، يا قبل منه على طول يا بعد منه على طول. تمام، وهندوس يساوي، هتطلع الإجابة بتاعتي كام؟ 80 على السبعة. يبقى الإجابة بتاعتي 80 على السبعة. وكده ما عندناش أي مشكلة. طبعا لما جينا حاجات زي كده يبقى احنا حصل علينا إن احنا نحلها بالآلة. تمام، يبقى الإجابة بتاعتي 80 على السبعة. طب احنا لو عايزين نحلها طبعا بإيدينا، تمام، هنحلل اللي تحت ده مقدار ثلاثي، هنفتح له ايه؟ نفتح له قوسين، وهنعمل س وس. طبعا انا عارف ان انتوا هتحلوها بالآلة اسرع طبعا واسهل، يعني مش محتاجة ان احنا نعمل الكلام ده. تمام، والعشرة تبقى 2 في 5 معايا، وندي الكبير اشارة اللي في النص، او تحلل برضه بالآلة مش هتفرق معانا، ندي الكبير اشارة اللي في النص والتاني ياخد الناقص. تمام، ده ما عندناش فيه اي مشكلة. ها؟ يعني
ده لو عوضنا فيه مكان السين بالاتنين فالناتج هيطلع معايا بكام؟ 2 زائد 5 ب7. لكن ده اللي هيطلع 2 ناقص 2 ب6. فعشان كده احنا بنعمل ايه؟ بنشيل ده ونطلعه بره، يعني اللي فوق ده اهو زي ما هو. تمام. بنشيل ده ونطلعه بره كده، بس نعوض مكان السين بالاتنين، لان ده مش عامل لي اي مشكله. يبقى واحد ماشي، عشان ده طالع منين؟ ده طالع من تحت، ها. فيبقى احنا هنحط فوق واحد وتحت ادي الاتنين زائد 5. يبقى انا كده عوضت بيه بره النهايه وخلاص شلتها، وهسيب جوه النهايه اللي هم عاملين لي المشكله، اللي هو السين اس 5 ناقص ال 32 عشان دي اللي هتطلع بصفر، والسين ناقص 2 عشان دي اللي هتطلع بايه؟ بصفر. تمام. وهبدا اعدل دي شكل القانون طبعا عشان الاس عندي كبير. فال 32 دي احنا هنخليها تمام تبقى 2 اس كام؟ اس 5. ماشي كده. اصبح كده بقت شبه القانون عندنا. تمام. يعني احنا كده دي خلاص، دي ال 32 دي احنا هنلغيها معاه ونخليها تبقى 2 اس كام؟ اس 5. ماشي كده بقت شبه القانون اهي. طب يبقى هنقسم الأس اللي فوق على الأس اللي تحت. تمام. في الرقم اللي بتقول إليه النهاية اللي هو الاتنين، أس طرح الأسين اللي هو الخمسة ناقص الأس اللي تحت اللي هو بكام؟ بواحد. تمام. وفي الكلام ده هو فوق بره في عندنا إيه؟ واحد على اتنين زائد خمسة اللي هي 7. طبعا هنعمل الكلام ده في الآلة هيطلع معانا ب80 على 7. طبعا أسهل لنا إن إحنا نعملها بالآلة، ما عندناش أي مشكلة. طب كمان سؤال بيقول لي في المثلث أ ب ج، أ شرطة بيساوي 9 وب شرطة بيساوي 15 وبيديني قياس زاوية ج ب106، فعايز إيه؟ عايز المحيط. طب طبعا هنا واضح إن هو مدينا ضلعين وزاوية إيه؟ وزاوية محصورة. طب هو عشان نجيب المحيط فاحنا عندنا محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال إيه؟ مجموع أطوال أضلاعه. تمام. يبقى احنا كده عندنا ضلعين، يبقى عايزين نجيب الضلع التالت. مين الضلع التالت اللي ناقصنا؟ اللي هو ج شرطة. طيب فالقانون بتاعي بيقول لي ج شرطة تربيع بيساوي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ب شرطة جتا إيه؟ ج. تمام. كل الحاجات دي موجودة عندي هنعوض. تمام. هنعوض مكان الكلام ده اهو بالألف شرطة ب9 والب شرطة ب15 والجيم زي الجيم بالمية وكام؟ بالمية وستة. وهنعمل الكلام ده ونخلص من القص نجيب الجذر. تمام. كده احنا جبنا جيم ايه؟ شرطة. هنجيب جيم شرطة وبقى عندنا ألف شرطة وب شرطة وجيم شرطة، هنجمع التلاتة على بعض يبقى احنا جبنا محيط الايه؟ المثلث. هنجمع الألف شرطة والب شرطة والايه؟ والجيم شرطة اللي احنا جبناها، يبقى احنا كده جبنا محيط الايه؟ المثلث، وهيطلع معاك ب44 وما فيهاش أي مشكلة. طيب السؤال اللي وراه بيقول لي مجموعة حل المتباعد. تمام. نخلي بالنا يا اخوانا، يعني سؤال زي كده احنا ممكن حتى يعني ايه من غير ما نحل نعرف نختار نجيب الاختيارات. احنا عندنا لما يكون المقياس اكبر، ها، لما يكون المقياس اكبر فبيكون اكبر علامة ايه؟ اكبر. معايا كده. فبتكون الاجابة بتاعتي عندي فرق. تمام. ده لما تكون اكبر. لكن لما تكون اصغر فبتبقى الاجابة بتاعتي فترة على طول. تمام. يبقى لما بتكون اكبر فيبقى الاجابة بتاعتي فرق فترة. تمام. والفترة دي بناخدها بعكس الفترات. يعني قال عشان احنا بنعملها فرق، فلو عندك يساوي، ها، يبقى هتاخدهم مفتوحين. ما عندكش يساوي يبقى هتاخدهم مقفولين. المفروض العكس يا مستر، المفروض لو عندنا يساوي تاخدهم مقفولين. قال لي بس انت كمان بتعملها فرق فتاخدهم ايه؟ مفتوحين. فيعني كده وانا مغمض فتبقى دي الاجابه بتاعتي. اشمعنى؟ عشان هي دي اللي فيها فرق والفتره ايه؟ مفتوحه. تمام. دلوقتي لا طبعا، ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش طبعا لان هي اكبر من رقم موجب. تمام. قال لي طبعا. قال لي لكن لو كانت اصغر، ها، يعني لو كانت كده بقى، يعني لو كانت مقياس 3 س، تمام، لو كانت مقياس 3 س ناقص 2، تمام، اصغر من ايه؟ اصغر من او تساوي السبعة. تمام. في الحالة دي لما تكون أصغر فباخد إيه؟ مفيش حد وباخد بنفس الفترات، فيبقى هاخد المسألة اللي فيها فترتين مقفولين، يبقى الإجابة هتكون ده. تمام. دي لو كانت إيه؟ دي لو كانت أصغر. ماشي؟ يبقى يعني حتى كمان من غير ما إيه؟ ما نحل. طبعا لو إحنا بقى عايزين نحلها فحضرتك هتقول لي إيه؟ إحنا عارفين طبعا أكبر، ها، لما يكون المقياس أكبر
فمرة بقول له التلاتة س ناقص الاتنين أكبر من أو تساوي الرقم بالموجب، ومرة 3 س ناقص 2 أصغر من أو تساوي نفس الرقم بالسالب. تمام؟ باخده مرة بالموجب ومرة بالإيه؟ بالسالب، بس بفصلها اتنين. ماشي كده؟ وبنحلها عادي، هنودي الاتنين هناك بعكس الإشارة، يبقى 3 س أكبر من أو تساوي التسعة، ونقسم على التلاتة يبقى س أكبر من أو تساوي كام؟ التلاتة. ماشي، وهنا طبعا هنودي الاتنين هناك بعكس الإشارة، فتطلع -5، يبقى 3 س أصغر من أو تساوي -5، وهنقسم على التلاتة. تمام، يبقى الس أصغر من أو تساوي -5 على التلاتة، ويبقى الإجابة بتاعتي فرق الإيه؟ الفترة بتاعتي مقفولة، المفروض يبقى خدها إيه؟ مفتوحة بعكس الفترة. تمام، من -5 على التلاتة والكام؟ والتلاتة بعكس الفترة. ماشي؟ طيب، نشوف كمان سؤال. هنا بيقول لي الدالة دهيت دالة فردية. على طول كده المعلومة دهيت بتقول لي إن أي دالة فردية يبقى د سالب س بيساوي سالب د س. إحنا عارفين كده إن أي دالة فردية، تمام، إن د سالب س بتساوي سالب د س، نفس الدالة بس بعكس الإيه؟ الإشارة. دي المعلومة بتاعت الدالة الفردية. زي ما اتفقنا إن لو كان عندي الزوج المركب أ وب بينتمي للدالة، تمام، ففي الدالة الفردية بينتمي لها الزوج المركب سالب أ وسالب ب. لأن معنى الدالة الفردية يعني إحنا لما بنعوض بنفس الرقم بالسالب بتطلع نفس الإجابة بس بالسالب. طبعا على عكس الدالة الزوجية، في الدالة الزوجية كنا بنقول إن د سالب س بيساوي د س. تمام، يعني لما تعوض برقم بالسالب يطلع نفس الإجابة. يعني لو عندي الزوج المرتب أ وب بينتمي لمنحنى الدالة، فيبقى سالب أ وب، تمام، سالب أ وب بينتمي لمنحنى الدالة، يعني عوضت بالرقم وزيه بالسالب يطلع نفس الإيه؟ الإجابة. تمام؟ طيب، هنا بيقول لي عايز إيه؟ عايز د سالب س زائد د س. طب هو قال لي دالة فردية، فاحنا قلنا إن د سالب س بيساوي سالب د س، يعني الكلام ده سالب د س زائد د س. الله، أي حاجة وزيها بعكس الإشارة على طول تطلع معايا بإيه؟ بصفر، يبقى الإجابة بتاعتي بإيه؟ بصفر. طيب، كمان سؤال. بيقول لي طبعا ده بتاع الطلبة بتوع العلمي، بيقول لي نهى لما السين تقول لمين؟ للصفر. طيب احنا عارفين طبعا إن نهى لما السين تقول للصفر في الدوال المثلثية لازم تكون كل جهة، تمام، أو ظا تكون مقسومة على السين اللي تحت. فيبقى احنا هنا هنقسم البسط والمقام على س، فهتبقى جا 2 س على س زائد 5 جا 3 س على س عشان نخليها شبه القانون. وطبعا زي ما قسمنا فوق على الس هنقسم تحت على الس. تمام، هتقول لي كده بقت شبه القانون، فهتقول لي بس س مع الس مع الجا هيطيروا مع بعض ويسيبوا لي الاتنين، زائد هنا السين مع السين مع الجاء ويسيبوا لي الخمسة اللي بره مضروبة في مين؟ في التلاتة. وتحت السين مع السين هيطيروا مع بعض يبقى مفيش حاجة، يبقى واحد. أصبح هنا 5 في 3 ب15، 15 زائد 2 17 على 1 ب17، يبقى الإجابة بتاعتي تطلع 17. تمام؟ طيب، السؤال دوت طبعا لسه كنا حالين شبه اهو. تمام، بس هي طبعا المشكلة إن هو الراجل جايبهم لهم في المقام، تمام، وجايب لي هنا مفيش حاجة وهنا مفيش حاجة. تمام، المشكلة في ده بس. عايز أخلص من الاتنين دول. قال لي طب عشان أخلص من الاتنين دي يبقى هقسم كله على الكام؟ على الاتنين، عشان عايز أطير الاتنين فهقسم كله على الاتنين. فلما أقسم دي على الاتنين، تلاتة على لما أقسم ده على الاتنين، ماشي، يعني هنحط اتنين تحت أهو. هنضرب في اتنين تحت، يعني نقسم على الاتنين يعني نضرب في كام؟ في اتنين تحت كلها. ماشي، يبقى احنا هنحط اتنينات تحت نقسم على الاتنين. فطبعا بقى هنا 2 في 3 ب6. هنا الاتنين دي هتطير مع الاتنين دي ويتفضل الخمسة زي ما هي. وهنا طبعا 2 في 4 ب8، فتبقى النسبة 6 إلى 5 إلى كام؟ إلى 8. يبقى 6 إلى 5 إلى 8. تمام، يبقى احنا كده قسمنا كله على الاتنين، يعني ضربنا تحت في كام؟ في 2. ماشي كده، طبعا دي بس اللي هتطير دي مع دي. تمام، والباقيين هيفضلوا زي ايه؟ ما هم هيتضربوا في المقامات الجديدة. تمام، يلا نشوف كمان سؤال. بيقول لي هنا مجموعة حل المعادلة مقياس س زائد س بتساوي صفر.
تمام. طيب عايزين نحل المعادلة ديت، فقدامي حاجة من الاتنين. طبعا احنا كنا قايلين على دي ملحوظة، طبعا ده هنوديه الناحية التانية بعكس الايه الإشارة، فهيبقى مقياس س بيساوي، تمام، بيساوي سالب س. واحنا عارفين الملحوظة دهيت كنا قايلين عليها إن مقياس س لما يساوي سالب س، المقياس ده لازم يكون يطلع برقم موجب، صح كده؟ يعني اللي جوه المقياس ده مهما يكون هتحط أي رقم، فلازم الكلام ده هيطلع برقم موجب، صح كده؟ فده عشان يطلع برقم موجب فلازم تكون السين دي بالإيه؟ بالسالب، تمام؟ طيب، فهتكون الإجابة بتاعتي، يعني أنا من حق إن أنا أحط هنا السين أي رقم إيه؟ سالب هيطلع المقياس. فاحنا قلنا لما يكون مقياس س بيساوي سالب س، دي ملحوظة احنا قايلين عليها، لما يكون مقياس س بيساوي سالب س يبقى الإجابة بتاعتي من سالب ما لا نهاية لصفر، تمام، مقفول. خلاص. طب لما يكون بقى لو جايب لي مقياس س بتساوي س، لو كان جايب مقياس س بيساوي س يبقى الإجابة بتاعتي من صفر لما لا إيه نهاية. دولت الملحوظتين دول تخلي بالك، ماشي. يا إما طبعا حضرتك تعمل تعيد تعريف المقياس وتحل المعادلة، ودي طبعا هتبقى بالنسبة لك إيه كبيرة. فيبقى إحنا الملحوظتين دول نخلي بالنا إيه منهم عشان بنسهل عليهم. يبقى لما يكون مقياس س بيساوي سالب س يبقى الإجابة بتاعتي من صفر لسالب ما لا نهاية. لما يكون مقياس س بيساوي س يبقى الإجابة بتاعتي من صفر لما لا نهاية، تمام. طيب نشوف كمان سؤال. بيقول لي نقطة تماثل، طبعا الدالة دي دالة كسرية، تمام. طيب يبقى احنا هناخد اللي في المقام عندنا اللي هو س هنساويه بمين؟ بالصفر. يبقى الس بتساوي صفر، دي خالصة وخلاص. طب واللي قاعد لوحده اللي هو الرقم 2 يبقى الصاد بتساوي كام؟ 2. يبقى معنى كده إن رأس المنحنى بتاعي أو نقطة التماثل بتاعتي هي صفر وكام؟ و2. هو عايز نقطة التماثل يبقى صفر وكام؟ و2. تمام؟ شوف كمان سؤال. بيقول لي إنها لما السين تقول للواحد، طبعا دي زي ما احنا متفقين قدامك حاجة من الاتنين، يا تحلها بإيدك تضرب في المرافق، يا إما هتعملها في الآلة، تمام. طبعا أكيد طبعا أنت هتستسهله، هنعملها في الآلة. هتيجي حضرتك تعمل لي تكتب ده في الآلة، تمام. وهتيجي طبعا السين بتقول لي كام؟ للواحد، فهتعمل واحد علامة صفر 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 واحد، هيطلع معاك الإجابة بواحد على 16، تمام. ودي ما فيهاش أي مشكلة. يا إما طبعا هضرب في المرافق فوق وإيه وتحت، ودي طبعا هتبقى طويلة بالنسبة لي. طيب السؤال اللي وراه بيقول لي إذا كان أ ب ج مثلث فيه قياس زاوية أ إلى قياس زاوية ب إلى قياس زاوية ج 3 إلى 5 إلى 4، حيث إن ج شرطة تربيع إلى أ شرطة تربيع. طب هنا مديني النسب بين الزوايا. طب يبقى معنى كده إن الزاوية الأولانية دي 3 س، والتانية 5 س، والرابعة 4 س، تمام. الزاوية التالتة 4 س. طب احنا عارفين ان مجموع زوايا المثلث 180، يبقى احنا عشان نشتغل لازم اعرف الزوايا دي. يعني احنا نشتغل بنسب الاضلاع ماشي، لكن الزوايا احنا عايزين قياسات الزوايا. ما ينفعش اشتغل بنسب الزوايا عشان احنا بنجيب الزوايا دهيت جاء او جت، تمام. طيب فالمفروض إن مجموع التلات زوايا دولت بيساوي 100 وكام؟ 180. فيبقى أنا عندي 3 س زائد 5 س 8 س و4 س، يبقوا كده 12 س. يبقى 12 س بيساوي 100 وكام؟ 180. هنخلص من ال 12 بالقسمة، هنعرف نجيب السين. السين تبقى ب 15، تمام؟ صح؟ 180 على 12 ب 15، مش كده؟ تمام. شوف كده إيه، ضعيف أنا في الجمع والطرح والحاجات دي. 180 هنا، 180 على 12، تمام. طب تمام. يبقى احنا كده مفيش أي مشكلة، تمام. يبقى 180 على 12، تمام.
طلعت بكام؟ ب15. تمام. شغل تاني. طب هنجيب بقى طبعا بقى كده، يبقى س ب15. هنجيب زاوية ألف. تمام، يبقى زاوية ألف ب3 س، يعني 3 في 15 ب45. يبقى زاوية ألف كده بخمسة وكام؟ و40. وهنجيب زاوية ب 5 في إيه؟ في 15. تمام، يطلع ب75. وهنجيب زاوية ج اللي هي 4 في 15 تطلع معانا بكام؟ ب60. يبقى احنا كده جبنا التلات إيه؟ التلات زوايا. تمام. طب هو عايز إيه؟ عايز ج شرطة تربيع إلى ألف شرطة تربيع. طب احنا عارفين إن ألف شرطة على ج ألف بيساوي ب شرطة على ج ب بيساوي ج شرطة على ج. احنا عايزين طبعا الألف شرطة، هو عايز الألف شرطة والجيم إيه؟ شرطة. تمام. طيب ألف شرطة احنا مش عارفينه أهو، هنسيبه على ج ألف. ج ألف اللي هي ج 45 بيساوي ج شرطة اللي احنا مش عارفينها على ج اللي هي عندنا بكام؟ ب60. طبعا هو عايز ج شرطة على ألف شرطة، أو ج شرطة إلى ألف شرطة، يبقى هنقول له ج شرطة على ألف شرطة. يبقى ج شرطة اللي هي ج 60 على ألف شرطة اللي هي ج 45. طبعا هنعمل دولت فين؟ في الآلة بتاعتنا. ماشي كده. طيب واللي هيطلع هو طبعا دي ج شرطة على ألف إيه شرطة، هو عايز يعملها أس كام؟ أس 2. يبقى اللي هيطلع تمام هعمله أس كام؟ أس 2 معايا، فهتطلع الإجابة بتاعتي تمام ب3 على كام؟ على الاتنين. تمام، ودي ما فيهاش أي مشكلة. طيب يلا نشوف كمان سؤال. آه، طبعا بيقول لي مجموع جذري الإيه؟ المعادلة. طيب بيقول لي مجموع جذرية المعادلة دهيت اللي هي 25 س ناقص 12 في 5 أس س زائد 27. طبعا هنا عايز جذرية المعادلة، مجموع جذرية المعادلة. طبعا يعني عايز إيه مجموع جذرية المعادلة؟ يعني عايز مجموع الحلين. وطبعا هنا دي مش هينفع نعوض بقى في الاختيارات، فدي لازم هنحلها بإيدينا. طب بيقول لي هنا 25 أس س. طبعا احنا عارفين 25 أس س يعني 25 اللي هي 5 أس 2 س. تمام، تبقى 5 أس 2 س ناقص 12 في 5 أس س زائد ال27. الكلام ده بيساوي ايه؟ صفر. طبعا هنلاحظ ان ده مش زي ده، يعني عشان احنا نقدر ناخد عامل ايه؟ مشترك. لو هناخد عامل مشترك لازم تكون دي 5 أس س دي 5 أس س. طبعا هنا واضح ان الأس هنا تمام ضعف الأس هنا، ويبقى ما دام الأس ضعف الأس تمام يبقى ده كده شبه المقدار الإيه؟ الثلاثي. طب يبقى إحنا هنحللها مقدار ثلاثي. طب دي 5 أس 2 س، كأن ديت طبعا كأنها دي كده كأنها س أس 2، ودي كأنها س. تمام، يعني كأن المسألة ديت كده يعني كأن الخمسة أس س دي هنعتبرها مثلا إن هي ص. تمام، فكأن المسألة بتاعتي ص أس 2 ناقص 12 ص زائد 27. الكلام ده بيساوي إيه؟ صفر. تمام. طيب هنحلل المقدار الثلاثي ده، هنفتح له قوسين. تمام، ص أس 2 يبقى هتقول لي ص وص. ماشي، وال 27 ديت هتبقى عايزة رقمين مجموعهم اللي في النص أو تحللها بالآلة، يبقى 3 في 9. والإشارات متشابهة شبه اللي في النص. الكلام ده بيساوي صفر. تمام، يبقى يا إما هنا الصاد ناقص 3 بتساوي صفر ومنها الصاد هتساوي 3. تمام، يا إما الصاد ناقص 9 بتساوي صفر ومنها الصاد هتساوي 9. يبقى الصاد يا إما ب3 يا إما الصاد بكام؟ ب9. الصاد دي اللي هي مين؟ اللي هي 5 أس س. يبقى يا إما 5 أس س بتساوي 3 يا إما 5 أس س بتساوي كام؟ 9. طيب هتيجي تقول لي طب المفروض بقى هنا دي معادلة أسية، لازم أخلي الأساس بيساوي الأساس عشان يبقى الأس بيساوي الأس. طب الله، ده الأساس هنا التلاتة ما ينفعش تبقى 5. ففي
الحالة ديت طبعا زي ما احنا متفقين لما يكون عندي مشكلة تمام ومش عارف أخلي الأساسات زي بعض أعمل إيه؟ قال لي أحل المعادلة الأسية إزاي؟ عايز أنزل السين دي فأجيب لوغاريتم الطرفين. يبقى إحنا هنا هنجيب لوغاريتم الطرفين لأي أساس يعجبني، فطبعا هنجيبه للأساس كام؟ 5. فلما أجيب لوغاريتم الطرفين للأساس 5 يبقى السين دي إيه اللي هيحصل؟ الأس دي هتنزل تقعد بره فتبقى س، ولوغاريتم 5 للأساس 5 ده هيطير يبقى بواحد، بتساوي لوغاريتم 3 للأساس 5. يبقى الإجابة الأولانية إن السين بتساوي لوغاريتم 3 للأساس 5. برضه هنا نفس الكلام، عايزين نخلي الأساس بيساوي الأساس. هنا مش هينفع نخلي الأساس بيساوي الأساس عشان التسعة استحالة تبقى 5. فبالتالي هنعمل إيه؟ هنلجأ إن إحنا نجيب لوغاريتم الطرفين برضه لأي أساس يعجبني فهنجيبه للأساس 5. هننزل السين دي بره أهيت تمام، وهنجيب لوغاريتم 5 للأساس 5 يبقى كده هيطير يطلع بواحد بيساوي لوغاريتم 9 للأساس 5. يعني معنى كده إن بالنسبة لنا كده مجموعة الحل لو هو كان طالب مجموعة الحل بالنسبة لنا فهتبقى لوغاريتم 3 للأساس 5 ولوغاريتم 9 للأساس إيه؟ 5. دولت اللي هم الحلين أو جذري الإيه؟ المعادلة. تمام؟ طب هو بقى عايز إيه في السؤال؟ هو طالب مني مجموع الجذرين. مجموع الجذرين يعني انا هجمعهم على ايه؟ على بعض. تمام. قال لي طب لما اجي اجمعهم على بعض، طب ده هنا اللوغاريتمات الاساسات بتاعتهم زي ايه؟ زي بعض، واحنا عارفين ان اللوغاريتم زائد لوغاريتم بيساوي لوغاريتم حاصل الايه؟ الضرب. يبقى هننزل لوغاريتم الاساس 5 ونضرب التلاتة في مين؟ في التسعة. فالتلاتة في 9 ب27 فيبقى لوغاريتم 27 للأساس 5، وده مجموع الجذرين، وطبعا مسألة آه ظريفة يعني. طيب نشوف كده كمان سؤال. طبعا بيقول لي هنا إذا كان د ح تقول له ح حيث د س بتساوي أ زائد 1 س زائد ب ناقص 2، وكانت د تربط كل عدد حقيقي بنفسه. الدالة دي تمام هو اللي جايبها لي بتربط كل عدد حقيقي بنفسه. يعني ايه تربط كل عدد حقيقي بنفسه؟ يعني الواحد بالواحد والاثنين بالاثنين والثلاثة بالثلاثة. طب الكلام ده بيحصل امتى؟ لما تكون الدالة د س بتساوي س. تمام، عشان لما تيجي تعوض مكان السين بواحد فالنتيجة يطلع بواحد، تعوض مكان السين باتنين النتيجة يطلع باتنين، تعوض مكان السين بتلاتة فالنتيجة يطلع بتلاتة. يبقى معنى كده ان انت عايز الدالة دهيت اللي هو مديها لك تبقى د س بتساوي س بس. يعني انت مش عايز ولا حاجة هنا قدام السين ولا حاجة بره هنا بعيد عن السين. يعني انت ولا عايز حاجة زائد ولا حاجة ناقص، انت مش عايز غير س بس، مفيش قدام منها حاجة. طب مفيش قدام منها حاجة، مفيش قدام منها حاجة يعني قدامها واحد عشان ما يأثرش. يعني معنى كده ان الكلام ده حضرتك عايزه يطلع بكام؟ بواحد. يعني المكان ده اللي هو أ زائد واحد ده انت مش عايز الكلام ده، عايز تبقى الواحد بس. ادام عايز الواحد بس يبقى معنى كده ان الالف هتكون بكام؟ بصفر. يبقى انا كده عرفت ان الالف عندي بصفر. يا اما حضرتك تقول لي الف زائد واحد هنساويها بالواحد. تمام، عشان انت عايزها تطلع بايه؟ بواحد في المكان دوت، فتقول لي يبقى الواحد هيروح هناك بعكس الاشاره يبقى الالف بتساوي صفر. تمام. طب الجزء التاني اللي انت مش عايز حاجه هنا خالص في الزائد. تمام، يعني عايز الكلام ده يكون بايه؟ بصفر. يعني انت مش عايز اي حاجه هنا، ده انت حضرتك كده مش عايزه. يعني عايزه يكون بايه؟ بصفر. طبعا عشان يكون بصفر يبقى الب بكام؟ باتنين، عشان يبقى اتنين ناقص اتنين بكام؟ بصفر. يبقى الب بكام؟ باتنين. يبقى الإجابة بتاعتي إن الألف بكام؟ بصفر والب عندي بكام؟ باتنين. تمام؟ طيب وكده احنا هنكتفي المرة دي، وهنكمل إن شاء الله